الستات جوزها بيفاجئها كده فجأة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم انا جيت اجازة. طب هي مش عامله حسابها ولا بتاخد وسيله منع حمل والدوره لسه خلصانه بقالها يومين، ففي وقت حساس جدا يعني الدوره لسه خلصانه يومين، ده احنا بدايه كده فتره الخصوبه بالظبط. فلو حصل علاقه بنسبه كبيره جدا هيحصل حمل. فنقدر ان الست الموقف ده بقى بنقول بنعمل ايه؟ عندنا وسائل منع الحمل للطوارئ. وسائل منع حمل الطوارئ دي موجوده في الصيدليه باسم كونترابلان. الكونترابلان ده بناخد القرصين مع بعض مره واحده وما بنكررهمش، وفي نفس الوقت اللي انا اخدت فيه الكونترابلان انا ببدا وسيله منع الحمل اللي هاخدها. يعني لو هروح اركب لولب هروح تاني يوم الصبح اركب لولب، لو هاخد الحبوب انا هبدا الحبوب في نفس اليوم اللي انا اخدت فيه الكونترابلان. وزي ما قلنا طالما انا بدات الوسيله في فتره بعيده عن الدوره الشهريه، فانا على حسب الوسيله اللي هستخدمها يا اما هنتظر يومين يا اما هنتظر 7 ايام على ما تبقى فعاله. بس ما ينفعش انا جوزي جه النهارده وحصل علاقه فانا ما اخدتش الكونترابلان وبدات حبوب منع الحمل، مبروك انت مش محميه. العلاقة اللي حصلت دي وعلى مدى مثلا 7 أيام اللي جايين اللي هيحصل فيهم علاقة وانت متخيلة ان طالما بدأت الحبوب انت محمية فانت مش محمية. فالكونترابلان هي أنسب وسيلة لمنع الحمل للطوارئ، وبناخدها في أقرب وقت بعد العلاقة الغير محمية. يعني العلاقة حصلت دلوقتي أنا بعد 2-3 لحد 3 أيام من العلاقة أقدر أخد الكونترابلان، بس كل ما استنيت فترة أطول كل ما كانت نسبة فشلها في منع الحمل أكبر. عشان كده بنقول خديها في أقرب وقت ممكن. طب أنا مش لاقي الكونترابلان لأنه أحيانا بيختفي من السوق، أنا مش لاقي الكونترابلان، أتصرف أعمل إيه؟ روحي ركبي اللولب. خلال 5 أيام من العلاقة الغير محمية تقدر تروح تركب اللولب وخلاص هو كده بقى محمية، يعني وسيلة منع حمل بقى دايما، يعني خلاص أنا ركبته محمية من الحمل اللي حصل بالعلاقة الغير محمية دي، وفي نفس الوقت بعد كده خلاص هو وسيلة موجودة أنا أقدر أعتمد عليها في منع الحمل، فبقاش فيه منها مشكلة خالص إن شاء الله.